ومزق القرآن ورماه تحت أقدام الراقصات. شاهدوا. قبل 26 سنة كان هناك احتفال بقاعدة عسكرية بحرية في مدينة إزمير بتركيا، وكان هذا اليوم هو احتفال لتخريج دفعة من ضباط البحرية، وكان يحضر هذا الحفل عدد كبير من الضباط والجنرالات، وجيء براقصات لتبدأ الحفلة. ثم بعد 12 ليلا بدأت الاحتفالات والرقص والخمور وهم في أوج الاحتفال. طلب الجنرال التركي من أحد الضباط عنده وكان برتبة نقيب أن يأتيه بقرآن، فجاءه هذا الضابط بالقرآن، فطلب الجنرال من هذا النقيب أن يقرأ القرآن فقرأ، ثم طلب منه أن يفسر الآيات فاعتذر لعدم معرفته، فأخذ هذا الجنرال القرآن ومزقه ثم رماه تحت أقدام الراقصات وقال: أين الذي أنزل هذا القرآن؟ أين الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أين هو ليحفظه؟ عندها ارتجف قلب هذا النقيب المؤمن بالله، ومن شدة الهلع والخوف انسحب وركض بسرعة هاربا من المكان. إذا أردت أن تعرف النهاية فاكتب في التعليقات سبحان الله أو صل على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاركوا هذا المقطع على أوسع نطاق. جزاكم الله خيرا. في تمام الساعة الثالثة أرسل الله سبحانه وتعالى عقابه وعذابه، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخرج النار من البحر، ومن ثم أغرق الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأنها استهزأت بكتاب الله ومزقت كتاب الله سبحانه وتعالى من قبل هذا الضابط، فأتاه عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا تصديقا لقول الله عز وجل عندما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن هذا القرآن محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.